ياسمين زي ما قلت لكم كانت متجوزه توفيق ابراهيم، وهي اللي استولت على اكبر مبلغ من فلوس المدعي. ما عندكش صور تانية ليها وجه؟ جامدة قوي. جمل. انا مش فاهمه احنا جايين نسرق ولا جايين نعاكس. اقول لك على مفاجاه، ده فيس اب. فيس اد؟ والله دي من حلاوتها هتنط من السبورة. اسلكي. أنا بس عايز أوضح لحضرتك وللسادة الحضور إن كل التحقيقات أثبتت إن توفيق إبراهيم الحرامي النصاب صاحب الشركة اللي نصب علينا هو اللي اسمه جه في التحقيقات بس، وكل الناس دي سيرتهم ما جاتش في التحقيقات. بالظبط. وانا من ساعه ما كنا مع بعض اخر مره وانا بدور على اي حاجه تربط اي حد من دول بالقضيه، ما لقيتش غير كلام عن ياسمين باعتبارها ضحيه جوزها النصاب الحرامي اللي هي ربنا ينتقم منه ويولع في زنزانته. فابسط تحفظ بالنسبه لي ان حضرتك ممكن تطلع حرامي بيستغل مجموعه من الاغبياء وست ذكيه جدا اللي عندهم استعداد يعملوا اي حاجه، لا مؤاخذه يعني يا جماعه، عشان يكسبوا لهم قرشين ويرجعوا فلوسهم، وتستخدمهم عشان نسرق ناس تانيين مالهمش اي ذنب، وفي الوقت المناسب تخلع. مين دول الأغبياء؟ معلش بيحددي بالأسماء عشان الأي كيو بتاعه عالي أوي. على فكره انا قلت لا مؤاخذه. توفيق إبراهيم دخل السجن بعد ما لفقوا له القضية، وطبعا عيلته سابوا بيتهم، وجهات التحقيق ما لقيتش جنيه واحد في أي حساب من حساباته. ومن ناحيه تانية كل واحد من الثلاثه دول حياته اتبدلت 180 درجه، وبقوا من اهم رجال الاعمال والمستثمرين في البلد. كل حاجه هنعملها تبقى واضحه قدام الكل، وكل فلوس هنوصل لها مع بعض، ومش هتصرف فيها لوحدي. ما اقدرش اديكوا ضمانات اكتر من كده. طب أنت شايف نبتدي إزاي؟ مش هنقدر نوصل لياسمين الا عن طريق الاثنين دول، جاسر رضوان وهاشم الفحام. جاسر هيوصلنا لهاشم الفحام، وهاشم هيوصلنا لياسمين. وياسمين هتوصلنا للهو الخفي، صح؟ صح جدا. طب بقول لك يا وجهة، ما ينفعش نبتدي بيها هي الأول؟ أنا على استعداد أراقبها 24 ساعة. لا، عشان ياسمين متجوزه سليمان النشار. سليمان النشار؟ أنا متهيألي سمعت الاسم ده قبل كده، هو مش ده رجل أعمال؟ واكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط. ساكنين في قلعه حصينه حواليهم حرس 24 ساعه وكاميرات مراقبه وسلك متكهرب وكلاب. دايره معرفه القريبين محدوده جدا ومستحيل اختراقها، ولو حاولنا هنبقى بنتحرك على ارضها وسهل جدا نخسر. يعني هي متجوزة؟ يعني لو مش متجوزة عندك أمل تتجوزها؟ ريح. كل شويه بتتجوز واحد تقشطه وتنقل على اللي بعده، واللي بعده بيبقى اغنى من اللي قبله. بس ما تقلقش، انت هيبقى معاك 10 مليون جنيه، يعني ممكن تجيب لها محبسين ودبله وحته نيسان صاني تتمنظر بيها على اصحاباتها. طب كده الحمد لله مشاكلك اتحلت، بقى عندك أمل. على فكرة يا وجهة، الرجالة هي اللي بتعمل الفلوس، مش الفلوس اللي بتعمل الرجالة. من كتاب فن الحزم. طيب بما إننا هنبتدي بجاسر رضوان، إيه المعلومات اللي عندنا عنه؟ لسه مش عارفين عنه كل حاجه، وده لازم يتغير.